للزيرو كونديشنال. تعالوا نشوف بقى حبايبي الفيرست كونديشنال. الفيرست كونديشنال الحاله الاولى. الفيرست كونديشنال الحاله الاولى بتتكون ازاي؟ اف الناحيه الثانيه بريزنت سمبل برضه مضارع بسيط. وخلاص يا شباب احنا عرفنا ان البريزنت سمبل ايه تكويناته ازاي. والناحيه الثانيه ويل بلس انفينيتيف ويل زائد المصدر. اوكي خلي بالكم بقى معايا، هنكتب برضو مجموعه جمل، مش هنعمل زي المذكره يا اولاد. في المذكره عندكم كل قاعده وحاله خاصه ليها قاعده، يعني قاعده اف ليها ابدالات، هتلاقي كل ابدال او شيء بقاعده مكتوبه جوه مربع، لكن هنا نكتبها على هيئه جمل عشان نوضحها اكتر. بص يا حبيبي بس عشان المايك وقع ثانيه. ركبنا تاني. يجي يقول لك مثلا واحد اف she arrives early لو توصل بدري she will meet علي. خلاص ادي اول واحده، ادي المضارع البسيط راح جايب لي ويل زائد الايه؟ المصدر. عادي جدا جدا جدا. خدوا بقى معايا ازاي ممكن اعمل ابدالات في الحاله الاولى. نمبر 1 نمبر 2 اللي هي if she arrives early لو هي تصل بدري she may أو can أو must أو should meet علي. أدي أول إبدال عندي. بدل ويل ممكن أحط أي واحدة منهم. عادي ممكن أحط أي واحدة من دول. may can. ممكن حد يقول يا مستر ممكن يجيب الأربعة في التشويس. ممكن بس أكيد هيديني دليل. لو قال لي مثلا يا ولاد إيه، نفترض إن هي الجملة دي قال لي إيه؟ she is able to do that. هي قادرة إنها تعمل الكلام ده. كان ساعتها هيديني كلمة كان اوكي. او she may be able اهي may be able ممكن قادره بقت might is able بقت كان. لو قال لي it's obligatory اجباري بالنسبه لك. لو قال لي I'm sure انا متاكد يبقى must. اذا لو انت حسب التعبيرات عندي may لو انت شاكك، كان لو بتعبر عن القدره، must لو انت متاكد جامد، should لو بتدي اوبينيون على هيئه ادفايس، بتدي رايك على هيئه ايه؟ نصيحه. اوكي في عندي مشكله كده؟ تمام. طيب نو بروبلم دي كاتبها زياد اخر حاجه كده، مفيش مشاكل معانا. تمام لحد كده يا اولاد. وده اول ابدال لقاعده اف الحاله الاولى. نشوف تاني. 3 بيقول لي في رقم 3 if she arrives early لو توصل بدري it's easy من السهل to meet علي. اهو ده ايه اللي حصل بقى؟ ده راح جايب لي اتس والصفه وتو زائد المصدر. عادي جدا ممكن تبقى موجوده قاعده اف في الحاله الايه؟ في الحاله الاولى ان بدل مي او كان او ماست اتس ايزي اتس والصفه وتو زائد المصدر. اتس والادجكتيف وتو زائد المصدر اهي. اتس زائد ادجكتيف زائد تو بلس انفينيت. كلام سليم كده معايا. وادي ثالث ابدال. الابدال اللي بعد كده 4 if she arrives early لو هي تصل بدري. شوف قال لك ايه؟ reward her كافئها، اديها مكافأة. جاب لي هنا يا اولاد ايه؟ جاب لي imperative هو امر. imperative امر اهو. والامر هنا كان ممكن يبقى امر منفي، كان ممكن يقول لي done مثلا ايه؟ بانش ما تعاقبهاش. لو جابت هنا ما تعاقبها خلاص ان ممكن امر منفي. يبقى دي رابع حاجه. يبقى عندي يا اولاد ده بسميه الشرط وده جواب الشرط. في جواب الشرط ممكن ايه؟ ويل زائد المصدر، ممكن مي او كان او ماست او شود، ممكن اتس والصفه وطول المصدر، ممكن تبقى جمله امريه سواء اثبات سواء ايه نفي. كل ده في المقطع اللي فات او في المقطع اللي هو جواب الايه؟ الشرط.
طب الشرط يا مستر محمد ما بيحصلش فيه ابدال؟ بيحصل. ازاي؟ ممكن بدل اف دي الاول بدل المضارع البسيط ده ممكن تبقى كالاتي: if she has arrived، لو وصلت early she will meet علي، هتقابل علي. ايه اللي حصل يا مستر محمد؟ بدل المضارع البسيط انا جبت present perfect اللي هو مضارع تاني اللي هو هاز او هاف، والتصريف الثالث للفعل. عادي جدا مفيش مشكله. والناحيه الثانيه اي حاجه من الحاجات الموجوده. ها واضح؟ ها تمام كده يا شباب؟ طيب ايه الابدال الثاني اللي ممكن يحصل هنا؟ بدل اف دي يا شباب ممكن يجيب لي should زائد subject الفاعل زائد infinitive كده، يعني الفعل في الايه؟ في المصدر. should زائد الفاعل زائد الفعل في الايه؟ في المصدر. ازاي برضو؟ هوريكم. يقول هنا بيقول لك if she has arrived او if she arrives، هقول should she arrive بس early she will، هي سوف meet علي، هتقابل علي. تمام. يبقى هنا should هنا اصبح معناها لو بمعنى if، ها في اي مشاكل في دول قبل ما اكتب الحته اللي تحت؟ حبايبي اللي معانا اوكي؟ فريده، زياد، يوسف، انتم اين انتم يا بشر؟ اين انتم؟ ام ذهبتم للغداء وتركتموني؟ زياد، فريده، مش عارف الواد يوسف راح فين. اهو. طيب ماشي خلاص، فريده وزياد ويوسف. اوكي بصوا يا اولاد، عندي كلمه provided، في عندي كلمه providing، عندي كلمه provided that، عندي كلمه only if، عندي كلمه whether، عندي كلمه in case، عندي as long as. كل الكلام ده بيساوي عندي if، يعني نفس قواعد if بالظبط، لكن ممكن احيانا تفرق في ايه؟ تفرق اولاد في المعنى، ان في تشديد اكتر، تقويه اكتر. يعني لما اجي اقول لك ايه على سبيل المثال I will lend you my mobile، I will lend you، هسلفك my mobile، اجي اقول له هنا as long as you are careful، طالما انك ايه؟ careful كده بمعنى حريص. ايه اللي حصل يا مستر محمد؟ استعملت as long as بمعنى طالما ممكن اقول له only if، لو فقط، لو بس انت حريص. يبقى استعملت هنا هي نفس الجرامر، المستقبل مع المضارع البسيط، بس ده تشديد او تقويه اكتر مش اكتر من كده. واضح؟ في اي مشكله؟ تمام. طيب همسح الجنب ده عشان اكمل قاعده اف قبل ما امسحها كلها على بعضها الحاله الاولى. ها نشوف كده يا ولاد بقى. ممكن يقول لي بقى كمان ان كلمه انكسر يجيب معاها ناون او الفيرب بلس اي ان جي، اهي في حاله ان هتساوي عندي اف. ازاي؟ نقول اف there's a fire، لو في اي نار، we will evacuate، هنخلي the building، المبنى. بدل if هقول ايه؟ هقول in case of fire، في حالة الحريق we will evacuate، عادي جدا زي ما البنك. في الجملة اللي فاتت لما قلنا if she arrives early كان ممكن اقول in case of arriving early، في حالة وصولها مبكرا she will meet علي، هي هتقابل علي. في اي بروبلم كده؟ اي مشكله يا ولاد؟ تمام. يبقى ان كيس اوف معاها ناون الاسم زي كده او فيرب مضاف له اي ان جي.
طيب الحاله الاولى بقى اليوزج بتاعها انا بستعملها في ايه؟ الحاله الاولى قال لي بتستخدم للتعبير عن شيء محتمل حدوثه. طب يا مستر محمد يعني ايه محتمل؟ يعني احنا هناخد يا ولاد الحاله الاولى محتمل، الثانيه غير محتمل، الثالثه مستحيل. فيجي طلب يقول لي طب انا ممكن ما اعرفش افرق ايه بين المحتمل والغير محتمل والمستحيل، مش عارف افرق ما بين الثلاثه، بين المحتمل والغير محتمل والمستحيل. اقول له اصبر عليا بقى نقول احنا بالبلدي. اول حاجه بس واحده قاعده في الحاله الاولى الشيء المحتمل حدوثه، يعني الجمله ما فيهاش معلومه، الجمله لا تحمل معلومه، ما فيهاش معلومه واضحه. غالبا بلاقي فيها كلمات زي ايه؟ زي كلمه must يجب، زي كلمه should، زي كلمه مثلا may، زي كلمه probably من المحتمل، زي كلمه perhaps اللي هي كلمه ربما. يا اولاد كل الحاجات دي الاقي فيها حاجه عن المستقبل، اي شيء يعبر عن المستقبل زي كلمه well، اي شيء من الاشكال دي يا اولاد. should طبعا دي اوضحها بس شويه. should اي حاجه ان الجمله بتاعتي ما بتحملش معلومه صريحه، وهوريك ازاي على الطبيعه. اجي اقول لك مثلا ايه على سبيل المثال هنا، اللهم صل على وبارك، يقول لك هنا she must، هي يجب pay a fine، انها تدفع غرامه، or والا she will got a present، والا هتروح الايه؟ السجن. هنا في الجمله دي يا شباب انا قلت انها دفعت ولا لا؟ قلت انها دفعت الغرامه ولا ما دفعتش الغرامه؟ حد يكتب لي كده لو بالعربي. بقول ايه؟ she must pay a fine، لازم تدفع غرامه، or والا she will go to prison. هنا انا قلت انها دفعت ولا قلت انها ما دفعتش؟ ها فين؟ مين اللي هيقول لي؟ مين اللي هيقول لي كده دفعت ولا ما دفعتش الغرامه؟ الجمله دي بتقول ايه؟ تقول يا شباب انها دفعت الغرامه وتقول ما دفعتش. فين؟ اين انتم يا شباب؟ مش عارفين تحددوا؟ ها؟ اين؟ فريده كده تشغل السنس، ويوسف يدعم السنس، وزياد يقوي السنس. ها؟ فين؟ ما حدش بيرد ليه؟ اقرا انا ولا اقرا انت يا فريده؟ هقرا انا حاضر تاني. We must pay a fine، لازم ندفع غرامه، or والا she will go to prison، والا هتروح السجن. ايوه go to prison، اوضح لك prison اهي اللي يكون المشكله فيها. go to prison. ها الجمله دي قالت بقى يا شباب انها دفعت ولا ما دفعتش؟ مين اللي هيقول لي؟ محدش عايز يتكلم ليه؟ لسه ما دفعتش. طيب ده راي فريده، في اي اراء ثانيه؟ ها؟ طب بص يا شباب، هي الجمله دي زياده نو ما دفعتش. طيب عامه يا شباب هي الجمله دي يا زياد لا بنقول انها دفعت ولا بنقول انها ما دفعتش يا زيزو، لان عندنا فين كلمه ما دفعتش؟ محدش عارف. فين كلمه دفعت؟ لا. امتى قريت الجمله في المعلومه يقول لك ايه؟ شي بيز ذا فين، بتدفع الغرامه. شي دازنت باي، هي ما بتدفعش. انما كلمه يجب ان تدفع انا ما قلتش، انا باكد عليها، انا ما اعرفش. لما اقول محتمل انها تدفع انا بخمن. لما اقول يجب انا بنصحها. يبقى كلمه يجب لابد من المحتمل من الواجب. كل ده يا اولاد ما قالش هو عمل ولا لا، هو راجل بيفترض بياكد. انما امتى الجمله فيها معلومه؟ لو قالها صراحه شي باي بتدفع، شي دازنت هي ما بتدفعش. فهنا الجمله ما بتحملش معلومه صريحه. في الحاله دي انا بستعمل لها الفيرست كونديشنال، فباجي اقول ايه؟ if she doesn't pay، لو لم تدفع الغرامه she will go to prison، هتروح على ايه؟ على السجن. يبقى اذا قاعده if الحاله الاولى هي معناها شيء محتمل حدوثه، بتفترض المستقبل لا اكثر ولا اقل.